أولا نيوز، أول تلفزة رقمية أمازيغية. المرسلين، أيها الحضور الكرام، مرحبا بكم جميعا. وخير ما نفتتح به ونعطر به هذا الفضاء وهذا الصرح الثقافي والعلمي آيات بينات من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا القارئة الطالبة الواعية خديجة النعمان، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا الشيء هذا مهم بالنسبه للحادثه كنقولوا احملوها بداية أود أن أشكر الدكتورة وردة ومن خلالها جامعة قاضي عياض على تنظيم هذه الندوة المهمة في هذا الظرف. كما أشار الدكتورين الفاضلين قبلي، الظرف الحاسم في قضيتنا الوطنية. أصبحنا نستشعر قرب نهاية هذا يعني المشكل المفتعل أو النزاع المفتعل. أنا لن أتناول المسألة من مقاربة تاريخية أو قانونية، ولكن أريد أن أسلط الضوء على مقاربة اجتماعية أو هذه يعني المقاربة التنموية التي تبناها المغرب. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد ممثل لجنة مقاطعة جبيس الأستاذة خولة، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة سراغنا الدكتور الفاضل والمحترم محمد الغالي، السادة الأساتذة الأجلاء، الطلبة الأعزاء، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن يلتئم هذا الجمع الكريم في هذا اليوم المبارك من أجل مناقشة القضية الأولى لدى المغاربة جميعا في ندوة موسومة بالصحراء المغربية من التحديات الاستراتيجية إلى الفرص التنموية، التي ينظمها مركز قاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية ومجلس مقاطعة جبيس وجامعة قاضي عياض وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنا، والتي يشارك فيها طبعا ثلة من الأساتذة الأجلاء الذين لهم باع طويل في الدفاع عن القضية الوطنية، والتي تنطلق من قول جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهو أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية مالك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع، مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة. مركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية بجامعة القاضي عياض، السيد ممثل مجلس مقاطعة إليز مراكش، السيدات والسادة الحضور الكرام، السادة الأساتذة، الطلبة والطالبات، الفاعلين المهتمين، رجال ونساء الإعلام، سعداء أن نكون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة سراغنا جامعة القاضي عياض من المنظمة
دائما نعتبر كل لقاء هو فرصة لتجديد وتبادل وتقاسم الممارسات، وخاصة في هذا الموضوع. شكرا لطاقم أولى على هذه الاستضافة. احنا اليوم في مركز قاعة ندوات التابعة لجامعة القاضي عياض. هذه الندوة التي ينظمها مجلس مقاطعة جليز والمركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية، التي تأتي في إطار التغيرات الإيجابية التي يعرفها منطقتنا، خاصة بالنسبة لأقاليم الجنوبية والمشاريع التنموية التي تعرفها المملكة بمختلف الأقاليم، وربطها بدول جنوب الصحراء وربط الدول بالمحيط الأطلسي من خلال العديد المعابر، وأيضا مما سينتج عنه أيضا من مشاريع كبرى ستعرفها الأقاليم الجنوبية. يعني هذه العجلة التنموية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، نحن هنا اليوم لتثمين ولإبراز ولتسليط الضوء على هذه المشاريع التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. السلام عليكم. معكم الدكتورة وردة البرطيع، أستاذة بجامعة القاضي عياض ورئيسة مركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية. نلتئم في هذه الصبيحة المباركة من أجل مناقشة القضية الوطنية الأولى لدى المغاربة، وهي قضية الصحراء المغربية، في ندوة موسومة بالصحراء المغربية من التحديات الاستراتيجية إلى الفرص التنموية، والتي نظمها مركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية والدراسات القانونية ومقاطعة جليز، وكذلك جامعة القاضي عياض وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة. ويشارك فيها ثلة من الأساتذة الأجلاء والأكاديميين المتخصصين في الدفاع عن القضية الوطنية وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نتمنى أن نخرج بمجموعة من التوصيات، خاصة وأن القضية الوطنية الآن تشهد يعني مجموعة من التطورات. شكرا لكم. معكم خولة رزق، النائبة الثانية لرئيس مجلس مقاطعة كيليز. اليوم كنحضروا الندوة الوطنية اللي نظمتها جامعة القاضي عياض، مركز القاضي عياض للعلوم الإنسانية ومجلس مقاطعة كيليز. صراحة هذه الندوة تلامس بشكل مباشر القضية الوطنية الأولى للمغاربة كاملين، واللي هي الصحراء المغربية. فصراحة نقدروا نقولوا بأن قضية الصحراء المغربية ما بقتش قضية دبلوماسية فقط أو لا أمنية، ولات قضية مجتمعية وتنموية اللي خاصنا نضافروا الجهود ديالنا باش أننا ننجحوها على الصعيد الوطني أو على الصعيد العالمي إن شاء الله. صراحة كنشكر الناس اللي نظموا هذه الندوة، يسهروا على التنظيم ديال هذه الندوة، وكنقول لهم مزيدا من التألق إن شاء الله والعطاء باش أننا نقدروا نعرفوا بالتاريخ وبالقضية ديال الصحراء المغربية.